السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقه هذه اللي غنتناولوا فيها واحد الموضوع اللي كما تيقولوا عليه واحد الفضيحه مدويه ديال الحمامات ديال المساج اللي كاينين في المغرب. مؤخرا خرجت واحد السيده في واحد الحوار مع واحد القناه تتقول لك بان بعض الممثلين وبعض الاشخاص تيجيو لهذاك الحمام، وداك الحمام راه ماشي حمام عصري ولكن مقر وكر للدعاره. انا عندي واحد التعقيب بخصوص هذيك السيده اللي جات واتهمت بعض الاشخاص. اولا اسئله بريئه، هو علاش ما خرجتيش شحال هادي باش كنتي تشدي 5000 6000 درهم في النهار؟ علاش ما خرجتيش وقلتي بان داك الشيء راه عيب اخلاقيا ودينيا؟ علاش ما قلتي ما نديرش هذاك الشيء هذاك الوقيته ونحبس ونخرج للاعلام ونقول لهم هذاك راه ماشي حمام، وانا راه مشيت ندير حمام، مشيت نخدم في هذاك الحمام العصري ولكن راه ما لقيت وكر ديال الدعاره؟ علاش تسنيتي حتى لدابا؟ السيده اللي تناولت معها الحوار علاش ما سولتهاش ولا فقط تشهير بدون ادله؟ انا من جهتي انا كون درت مع الحوار غنسولها شنو هما الادله ديالك، هما الاولين قبل ما نصور معها. عندك شي ادله اجي مرحبا بك، ما عندكش ادله ما يمكنش ليا نتناول واحد الحوار بدون ادله. علاش؟ لانه يقدر تكون فيه تصفيه حسابات، وقدر نسيء اول حاجه لصاحبه هذاك الحمام، ثاني حاجه نقدر نسيء للاشخاص اللي تذكر الاسم ديالهم. شفنا مؤخرا طاليس بانه خرج وقال لهم والله العظيم ما السيد انا جو كخوا با بان سعيد الناصري غيخرج ويدير نفس الشيء، لان سعيد الناصري ما يتسوقش ليها ويقول هادو كلام في كلام. الا كان شي حاجه بحال هادو، هو ان السيده تجي تدير معك حوار وتتقول عندها ادله، وفي نفس الوقت تدير الحوار وتتبين الادله ديالك. هنا تقدر تكون واحد المصداقيه في الخبر. اما باش نجي ونخرج ونبدا نقول وي راه شديت ولا درت ولا فلان ولا كان بدون اي ادله، بل لي بان اش نقول لك تيزيدوا يشوهوا في البلاد بدون اي شيء، فقط على قبل البوز. فقط هي خرجت شوهت راسها ديجا. اصلا شنو كنتي تديري انت بوندو ديك لا بيريود اللي كنتي خدامه فيها باش كنتي تشدي 5000 حتى 6000 درهم باغ جور؟ اش كنتي تديري تما؟ واش هاد السيده بحال هادي غنجيو نثقوا بها؟ دابا هاد السيده هادي واش غنثقوا بها؟ واش عندها واحد المصداقيه باش حنا نجيو نثقوا فيها نقول سي فغي راه بصح نيت راه سي فغي؟ العمل ديالها تيبين كل شيء. ثاني حاجه راه ما هضرتش في الوقت باش كانت خدامه، كانت تخرج الوقت باش كانت خدامه وتخرج تقول لهم هذا الشيء راه ماشي معقول، لانني جيت نعمل في واحد العمل في واحد الحمام عصري ولكن لقيت حاجه اخرى. ديك الساعه قدر بنادم يتساعد معها ويتفهمها ويعاونها كذلك. ولكن تجي حتى لدابا ما بقيتيش خدامه، لا علاقه لك مع دوك الاشخاص، وتخرجي اجي ندير البوز راه شنو كاين وشنو كاين. اللي خاصك تعرفي انا عرفتها بان ما فهماش، لان السيده اللي تناولت مع الحوار شنو قالت لها وي واش نذكروا الاسماء ولا ما نذكروش الاسماء؟ هما راه ديجا تعودوا على الاسماء ديجا قبل وهضروا ديجا في الموضوع. يعني انت عارفه بانها عجبد اسماء ديال بعض الاشخاص، طلبي منها اول حاجه الدليل، اعطيني شي دليل مادي، لان ما تنسيش واحد الحاجه ربما يخلق البوز لواحد الجريده واحد القناه، ولكن راه يسبب السيده في السجن، لان الاشخاص اللي ذكروا الاسم ديالهم ربما يمشيو يتابعوها قضائيا، وديك الساعه تجيب الدليل. كانت ديجا كون جابت الدليل ديالها وحطاته في الفيديو والقناه حطاته في الفيديو سواء تسجيلات او اي شيء، ديك الساعه قدر مع تفادى من العديد من الاشياء. لهذا كاينين بعض الامور اللي ربما تتسيء للبلاد اكثر من تتسيء الاشخاص، وتتسيء كذلك للسمعه ديال البلاد. خصنا نتفاهموا في بعض المواضيع اللي خصها تنشر والمواضيع اللي ما خصهاش تنشر، وهنا تيجي الدور ديال المجلس الوطني للصحافه، لان كاين مواضيع اللي ربما ما عرفتش علاش ما تيدخلوش فيها. لحد الان باقي ما فهمتش الكلام ساقط ديجا،
باش تكون مع والديك ولا مع خوتك ولا اي واحد يشوفوا، حتى الدراري الصغار تتعود تسمع شي كلام باش نقول لك، باش يولي الاعلام المغربي تيخرج واحد الكلام الساقط بحال هكايا اللي ربما مع خوتنا ما تقدروش نقولوه. اش نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. على اين تنتمنى وزاره الاتصال وكنتمنى المجلس الوطني للصحافه باش يوضع حد لهاد الاساءات، ماشي للاشخاص ولكن الاساءات للوطن للبلاد، لان الصوره اللي تتبينوها من خلال البوز ديالكم تتخرج خارج الوطن، والناس تيشوفوا واحد النظره سلبيه على المغرب، وهذا اللي خصنا نتفاداو. شكرا لكم، شكرا على المتابعه، والى لقاء اخر ان شاء الله، مع السلامه.